السلام عليكم. اليوم جبت لكم جاتو وهو الملفي. نبداو في المقادير. الملفي تاعنا يحتاج 3 وصفات. اولا العجينه لاباط فيتي، لا كريم باتيسير والفوندو. هاي لاباط فيتي هنا عندي كيلو بصح ما نحتاجهاش كامل. نحلها بالمايزينا. لا كريم باتيسير تاعنا اللي سبق وريتها لكم في لاطارت، ومن بعد نوريها لكم كيفاش نجهزها بلا مارغارين. والفوندو تاعنا نحتاج فوندو حوالي هنا 200 غرام فوندو، وعلى حسب الحاجه. واحد كاين يدير الملفاي تاعو دي كاري كبار، واحد وعلى حسب الحاجه تاعو. هنايا عندي 200 غرام. نلمها بشويه مزهر ونحلها بالمزهر بالسيترون قارص، بجوج سيترون. ونحتاج شيكولا. هذيك في الشيكولا في الاخر ما نحتاج طابليطه كامله، نحتاج شويه نذوبها في الباماغي ونواسيها في لابوش تاعي باش نواسيو هذوك لي زيكزاك. نبداو في التحضير. غنحل نواسي المايزينا تاعي. شاهدوا معايا كيفاش وسيت لاباط تاعي. شوف وسيته قد لازم تواسيوهم بزوج كيف بعدها ما تطلعليش لاباط فيتي تاعي. نزيد النيوه. ماذا بينا النيوه اللي باش هذيك لاباط فيتي تاعنا ما لازملهاش تطلع. هاك بعد ما طابت لي لاباط فيتي قطعتها ابري قد واحد. طابت لي وكي طيب لكم خليوها شويه حمراء. ودروك نمثلها هذيك الزبده تاعي. لازم تضربوها مليح حتى تولي، ومازال نزيد نضربها تولي كريمه هشو. في هذا الوقت اذا ما كانش عندكم، هي ولا كانت عندكم ديروا ليكستري تاع لافاني، بصح ولا ما كانش عندكم معليش ديروا لافاني نورمال بودره. نواسي نلمو بالمسحه هكذا، واحد مغرفه كبيره تاع مسحه هكذا. ماذا بينا ما تجرناش، ما يجرناش سكر كلاص. نحطها هنايا تفهم المرحله مليحه هذه. هذا الفوندو اللي يتباع في البواط، في لي بواط. انا الفوندو دائما نخدمو روحي. نقعد هكذا نجيب فيه بالمغرفه. فرشت اي سنيوه قلبوها. وسيت بابي كويسون باش نخدمو خدمه نقيه. دروك نواسي لا كريم باتيسير تاعنا في لا بوشادو. ولا بوشادو تاعنا ما لازمش تكون لا مسنه لا والو، نورمال. واللي ما عندوش معليش يواسي ينجم يواسي بالمغرفه. نغلقه باش ما تحليش ونعمر لابوش تاعي. القطرات تاع القرص غير بالعقل، نروحو غير بالعقل هكذا.
هكذا نحطو بجيه، نحكم هذاك الملفه تاعنا خلاص كملت فيه، نحكم هذاك الملفه تاعي نواسي فيه هذاك الفندق هكذا فرشو. دوك نخليه يبرد ومن بعد نعاود نوري لكم. ها بعد ما الكلاصاج تاعنا شد روحو شويه نحكم هذيك الشيكولا ندير ديغيغ، تبعوني مليح هكذا. بعد ما خليته 3 سوايع في الفريجيدار نحكم الموس تاعي اللي فيه المنشار ونوجد الماء، ماذا بيكم الماء يكون سخون ونستعين بالبابي ابسوربون في يدي باش كوما نقطع نمسح الموس ونخرجو من الماء نمسح هكذا. هكذا نحيه شوفوا فيهم قطعتهم، خليته يبرد مليح وقطعته، شفتوني كيفاش قطعته، تبعتوني المراحل اللي درتهم في ليطاب تاع الملفاي، حاجه سهله ماشي واعره. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وشاركوا في قناتي ليوصلكم الجديد، وخليتكم على خير في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.